اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. هنتكلم النهارده عن حاجتين في الويبينار بتاع النهارده. هنتكلم عن آه يعني قاعده كده مهمه، خاصه بالاداره يعني والليدرشيب. هي بصراحه جزء من مجموعه قواعد كده كنت انا شغال عليها، خاصه بالقياده. يعني ازاي انت تبني الشخصيه القياديه بتاعتك وتقدر تتعامل مع اللي حواليك بشكل احترافي، وفي نفس الوقت يعني تاخد اللي انت عايزه. تمام. ده الجزء الاولاني، وهو عباره عن هنتكلم النهارده عن حاجه واحده. هي عباره عن بصراحه مجموعه دروس كتيره، يعني بجهز لها كورس ان شاء الله هنتكلم عليه قريب يعني، او هنزله قريب. لكن هناخد حاجه منهم كده هنتكلم عليها النهارده. ده الجزء الاولاني. بعد كده هنحل كده اسئله، مثلا ثلاث اربع اسئله خاصه البي ام بي، الحاجات الجديده اللي هي بتيجي برسمه، يعني كيرف مثلا او جراف او حاجه مع سؤال، وانت تجاوب على الايه بعد ما تفهم الرسمه نفسها. طيب تعال ناخد الاول اول جزء نتكلم عليه، وهو بيتكلم عن مهارات بناء الشخصيه يعني، او ازاي تتعامل مع الاخرين. الدرس بتاع النهارده اللي احنا هنركز عليه اللي هو ازاي تنجح بافعالك، او ازاي تركز على الافعال بتاعتك وما تركزش على الكلام او الجدال. فهي القاعده بتقولك انتصر بالافعال لا بالجدال. فلما تلاقي انت داخل مع حد في نقاش او حاجه، اسهل بكتير قوي من انك لما تقعد تتكلم وتقنع وتعمل. لا لا لا، وفر الكلام ده خالص، وركز انك تعمل حاجه عملي. فاهم؟ نفذ عملي، والعمل ده هو خير الدليل عليك. تمام. ده ممكن يخليك تصبر شوية، تستحمل شوية، بس في المقابل انت هتوفر الطاقة بتاعت الكلام والجدال ومش عارف ايه. ده هو اصلا لو بقى اقتنع بكلامك بعد كده، لا لا، انت هتوفر كل ده وتركز انك تطلع نتيجة، والنتيجة دي هي اللي هتسكت الناس بعد كده. فده ببساطة الايه، القاعدة. مش هقولك القاعدة عشان تحفظها أو تعرفها، لا لا لا، انت عشان تبتدي تطبقها على طول وتبقى جزء منك يعني. يعني هي القاعدة بتقولك انتصر بالأفعال مش بالكلام أو بالجدال. ليه؟ لأن الجدال، الكلام الكتير يعني، بيبقى معروف عنك انك بتجادل، وبيولد بقى ضغينة الآخر يعني يا اما ياخد فكرة عنك ان انت مش عارف تعمل، او يدخل معاك في جدال ويبقى صورة عقيمة لا تنتهي. خلاص. طيب لكن العكس بقى، انك لما تشتغل تنفذ يعني، هيشوف نتائج فيحترمك فيسكت، فيعرف ان هو كان بيقول اي كلام. فاهم؟ فده هو الايه اللي احنا عايزين نتكلم عليه ده. فبقول لك قدم نموذج عملي اولي تطلع بيه نجاح، والنجاح ده يبقى ملموس بدل ما تقعد تحكي. فاهم؟ طيب القاعدة دي بستخدمها امتى؟ بتستخدمها لما تكون قاعد عايز تقنع حد بحاجة، او عايز تثبت حاجة لحد، او في مثلا انت بتقول يمين واللي قدامك بيقول شمال وهتدخل في ديبيت، او لو انت عندك فكرة جديدة ومحدش مصدقك. فبدل ما تقعد تتكلم كتير، لا، انزل نفذ على طول وهات جون يعني عملي، وبعد كده ايه، خلاص هتسكت الناس. طيب قبل ما نروح للتطبيق العملي، تعال اقول لك على القصة. طبعا هو الحيوان اللي بيعمل كده، او يعني شوف، انا في كل حاجة من الحاجات يعني ممكن ناخد ويبينارز بقى كل مرة عن حاجة من الحاجات، لكن او هنعملهم كلهم. يعني مثلا بص، انا مجمع حاجه للقياده الاستراتيجيه، مجمع لك فيها مثلا كل القواعد، فدي هنخليها مثلا كورس سريع لوحده. الكاريزما مثلا كورس سريع لوحده، وكل واحد فيهم بيقول لك القاعده وتعملها ازاي، ومثال عملي، وايه الحيوان اللي قريب ليها. فاهم؟ طيب نرجع تاني للمثال بتاعنا. الحيوان اللي هو اسمه قندس، او يعني هو اسمه قندس، ده اكتر حيوان مشهور جدا بيبني سدود، بيعمل سدود كبيرة جدا. فهو مشهور عنه ان هو بيشتغل في صمت، بس بتلاقي نتائج، بتلاقي افعال. ها. طيب القصة العملية عندي قصتين. اول حاجة طبعا قصتين من التاريخ يعني. أول حاجة قصة في سنة 130 قبل الميلاد، 130 قبل الميلاد. كان في الأيام بقى الإيه، المملكة الرومانية والكلام ده كله، واليونان بقى، والرومانيين بيضربوا في بعض ومش عارف إيه، أو في الناس التانيين يعني. فكان القنصل الروماني اسمه بوبليوس. بوبليوس ده كان إيه، واقف على الحدود بتاعت مدينة يونانية وعايز إيه يدخلها، وكانوا قافلين ايه المدينه دي يعني، البوابات بتاعتها. فهو عايز يضرب يعني وعايز يدخل. فافتكر ان لما كانوا عند السفن شايف ان في ساريه كبيره جدا، يعني زي عمود كبير قوي. العمود ده هو لو جابوه وخلى الجنود يقعدوا يدبوا بيه على الابواب، هيفتح الايه اللي هي القلعه دي او البلد دي.
فراح مكلم الجنود بتوعه، قال لهم ايه، روحوا عند عند السفن، هتلاقوا سواري، هاتوا اكبر حاجه. تمام. طبعا القصه دي عشان انا بشرح لك الموضوع بقصه عمليه، ماشي. فراحوا لقوا مين، لقوا طبعا المهندس الحربي اللي واقف عند السفن. فقالوا له الملك او القائد يعني، اللي هو بوبليوس ده، عايز اكبر سارية عندك، اكبر عمود عشان نيجي ونخبط بيه البتاع. طبعا ده مهندس، هل المهندس لو سكت يبقى كويس؟ لا، المهندس لو سكت يموت، ده كده قاعدة معروفة. فراح قال لهم لا، انتوا لو عايزين بقى عمود، خدوا عمود صغير عشان يبقى سريع فيضرب بسرعة، فيبقى خفيف فالضربات بيبقى بسرعة فيكسر الموضوع. قالوا له يا عم لا، ده الراجل قال لنا هاتوا اكبر حاجة. طبعا هم الجنود عايزين ينفذوا، التاني مهندس. فقال لهم لا، ده راح بقى يشرح لهم، فاهم؟ نص القاعدة في الارتفاع، وام سكوير مش عارف ايه، وقعد ايه يشرح لهم كتير. ودخل في لوب طويلة جدا جدا. فكل واحد يجي له يقول له لا، هو الراجل عايز السرية الكبيرة، يقول له لا ازاي، ان ده الماثيماتكس مش عارف بتقول ايه، والتفاضل والتكامل. يجي اللي بعده مش عارف ايه. المهم فين وفين قال له بص بقى، احنا مش فاهمين انت بتقوله، احنا عايزين اكبر عمود عندك، وده امر من الملك. قال لهم خلاص طالما كده مش تمام. يسكت؟ لا برضو، لو المهندس قاعده رقم اتنين، المهندس لو سكت برضو يموت ما فيش. فبعد ما مشوا قعد يفكر، قال لهم الناس دي اغبياء ولا ايه، انا مش فاهم. انا هبعت لهم العمود الصغير، لان برضو قعد ايه، دخل في لوب جديده بيشرح لنفسه بقى، بياكد لنفسه. وفعلا بعت لهم السريه القصيره. كانت النتيجه طبعا راح اللي راح البتاع، قال لهم ايه ده، مش دي اللي انا شفتها، انا شفت واحده كبيره. قالوا لا، ما هو في هناك مهندس بقى هو اللي ايه، يعني ما رضيش يبعت. طبعا الراجل اتجنن. ده القصه دي عكس القاعده، يعني هو الراجل عمل اللي انا بقول لك ما تعملوش هنا، اللي هو المهندس يعني. امر جاله المهندس، قال له انت ليه ما سمعتش الكلام، انا اقول لك هاتي البتاع الكبير تجيب البتاع الكبير. قال له لا حضرتك، اصل هو احنا في الدرس التاني في التفاضل بيقول لك ان، طبعا ده الراجل بقى، القائد. قال له ما فيش تفاضل، انا بقول لك حاجه تعملها. وكانت طبعا النتيجه انه آه بيقول لك قلع كل هدومه، وقعد يضربوا فيه لحد ما مات يعني. نزلوا فيه ضرب لحد ما الراجل مات. فدي طبعا قاعده يقول لك ايه، ان الكلام الكتير، ولعلمك خلي بالك هو يقال يعني ان هو بعد ما حاول يضرب السارية الصغيرة، قصدي السارية الكبيرة، راح جاب بقى السارية الكبيرة، ما اشتغلتش، وطلعت فعلا كلام المهندس صح. بس غلطة الراجل ده ايه، ان هو دخل في ديبيت، هو عايز يقنعهم بالكلام، وده ما اشتغلش. فالحل ايه، الحل انت اشتغل عملي، وسيب اللي قدامك يعرف ان هو غلط، طالما هو مش بيسمع كلامك يعني. دي كده اول حكايه. تاني حكايه، هم هخليهم ثلاث حكايات. دي اول حكايه. تاني حكايه بتاعت مايكل انجلو، دي قريبه شويه، في 1502 تقريبا. 1502 كان في روما، كان في تمثال كبير جدا، كان لوحه فنيه ضخمه جدا، الا ان واحد من الرسامين او النحاتين يعني قال ايه، احنا عايزين نبين فتحة رجله شوية يعني. فراح بوظ التمثال، قعد ينشر كده فيه، وراح مبوظ الايه، التمثال. طبعا كان في كنيسة كده من البتاع، فاللي كان قايم على الموضوع طبعا اتضايق جدا، وعرض بقى على النحاتين واللي هم المشهورين ساعتها ومش عارف ايه، والبتاع كان شكله وحش قوي، فقال لك لا خلاص ده مش هينفع يعني. لحد ما كان موجود مايكل انجلو ساعتها، ده كان مشهور جدا برضه ساعتها، وايه، وراح شاف البتاع، وقال ممكن نعمل منه حاجة يعني، لو قعد يعمل مش عارف ايه ويظبط ايه هيطلع شكله يعني كويس. المهم بدأ فعلا يشتغل، وبدأ يظبط شكله بشكل كويس جدا جدا. وكان هو في مكان عالي التمثال، فكان هو زي واقف على ايه، زي سقالة كده. فالمهم جه واحد من تبع الايه الاونر يعني، او اللي هو اللي ماسك الموضوع. فراح باصص على التمثال من تحت، لقى ان مناخيره كبيره يعني، هو واقف تحت التمثال. فطبيعي مناخيره تبقى طالعه كده، فقال لك لا هنا في غلطه، يا عم مايكل انجلو ده ظبط لي المناخير دي، عشان كده مش كويس تمام. هنا بقى مايكل انجلو ده كان معلم، فما دخلش في جدال. قال له هو عارف ان هو عشان واقف تحت، فشايف الزاوية، فالدنيا بايظة. فقال له خلاص، طب تعالى لي، اطلع لي فوق ونشوف من عندي. وهو طالع راح جاب شوية تراب كده،
وراح حطهم على المناخير بتاعة التمثال، وعمل كأنه بينحت. هو ما كانش بينحت، هو قاعد ينفض التراب، بس كأنه بإيه، بيعمل التراب. فطبعا الراجل طالع، وهو أول لما قرب كده يطلع له راح مزود الإيه، التراب اللي نازل مع البتاع. فالراجل إيه، جه عليه تراب وبتاع، فشاف إن هو الراجل شغال يعني، مايكل أنجلو شغال، فطلع قال له بس الله ينور، ده كده تمام جدا، هو ده اللي أنا كنت عايزه، بالظبط هو ده كده تمام. وهو لا عمل حاجة ولا شال حاجة، هو بس كان إيه، ظبط بس اللقطة كده عشان ما يتكلمش كتير، ويقول له يا عم كويسة، يقول له لا مش كويسة. حط شوية تراب وشالهم، فخلاص باين ان هو ايه عمل. تمام. دي كده قصة تالتة برضو انا افتكرتها وانا بكلمك دلوقتي، كان في احد الغزوات. كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اظن في خيبر، مش فاكر بالظبط يعني. فهم كانوا بيضربوا الناس بالسهام وكده، او بحاجة، ومش عارفين يدخلوا. قعدوا يومين ثلاثة مش عارفين يدخلوا. المهم ايه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال خلاص يعني بكرة احنا خلاص يعني هنشوف طريقة تانية، ونمشي ونشوف طريقة تانية يعني. فجم بقى شباب صغيرين قالوا لا احنا لازم نحاول تاني ومش عارف ايه. تمام. هيجادل معاهم ويقول لهم خلاص، قال لهم خلاص بكرة جربوا. فراحوا فاتضربوا اتضربوا اكتر. فقالوا لا لا خلاص احنا شايفين بقى احنا فعلا نمشي ونيجي تاني. فاهم؟ بس فهو القاعدة بتقول لك ان انت ما تدخلش في لوب الجدال، عشان ما يبقاش معروف عنك ان انت بتجادل كتير، ولكن ركز دايما يبقى فيه ايه، افعال. خلاص. طب القاعده العملي ايه بقى؟ القاعده العملي ان في المره اللي جايه لما تيجي تشتغل وحد يعترض عليك، او تدخل في لوب من الكلام الكتير، انزل اشتغل عملي، اشتغل عملي. او بين بشكل عملي ان اللي هو بيقوله ده غلط بشكل عملي، من غير ما تدخل في ديبيت طويل في الكلام. خلاص. ده كده ايه الجزء الاولاني من الموضوع. لو انت طبقت القاعده دي النهارده بقى، بكره، بعد اسبوع، وجابت معاك نتيجه، ابعت لي. خلاص. عشان خاطر ايه، آه يعني دي انا عايزها تبقى حاجه عملي، ما يبقاش بس مجرد ايه، فور انفو خلاص. خلاص. عشان بعد كده برضو في حاجات تانية جميله، ممكن ناخد كل مره حاجه، او بقى نجمعهم في كورس او كده. طيب ده كده ايه الجزء الاولي.